إبراهيم وإلى باب القبلة. حياك الله إبراهيم مرة أخرى، وتحدث لنا عن زيادة أعداد الوافدين إلى الحرم الشريف. يعني أزواج مليونية وبسيل هادر من المؤمنين ومن الملبين والموالين لإحياء هذه الزيارة. بالتأكيد معي كلمات عذبة للملا حسين الذي جاء يشارك عدسة الغدير الفضائية بأناشيد حسينية. عظم الله له الأجر، وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب، ألا وهو استشهاد نبي الرحمة، نبي الأمة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتفين زحفا على الأقدام نواسي أمير المؤمنين عليه السلام باستشهاد ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ملا حسين الحميداوي، الله يحفظك. طيب الله يستر عليك. قلت بحضر كلمات لقصيدة تنشدها لي. خادمك عندما ودع الإمام علي عليه السلام ابن عم الرسول. يعينك الله يعينك يا علي الليلة، الله يعينك، عظم الله اجرك يا حيدر هالمسيه، راعى عنك هيبة الزهرة الزكية، أبد ما يرحم بشر سهم المنية، اشحال قلب البيدة يحفر قبر خيه، قبر خيه، الله يعينك. ربي يجعلها في ميزان حسناتك بجاه محمد وآل محمد، وعظم الله لنا ولكم الأجر. حسين، شلون شفت الأجواء الإيمانية؟ والله الأجواء الحمد لله وشكر. إن شاء الله أهل النجف ما قصروا ويا الزوار، ونشكر قناة الغدير على هذه التغطية لنقل المباشر لخدمة الزوار الحسين وخدام أمير المؤمنين عليه السلام. الله يحفظكم. نشكركم على هذه المشاركات، شكرا جزيلا حسين. شكرا لك. بالتالي يعني كما لاحظتي هنالك فعلا مشاعر جياشة، وهنالك فعلا يعني أحاسيس مرهفة تتناغم بمثل هكذا لحظات وبمثل هكذا أيام فعلا مباركة إبراهيم، إحياء للذكر العطر. نعم فعلا إبراهيم، يعني الله يكون بعونك يا أمير المؤمنين، وإن شاء الله اللهم